لو جينا نسال اي حد ماشي في الشارع ايه اول حاجه بتيجي في خيالك لما نقول فنون جميله، هيقول لك هي البنات. بنات كتير ومن كل حدب وصوب وفي كل الاقسام. هو الموضوع شويه بالنسبه لي يعتبر مهين، ولكن يدعو للتساؤل. ليه المجتمع اللي في الكليه يطغى عليه وجود البنات؟ ولو هو فعلا كده انا بعمل ايه هنا؟ يعني انا متذكر ان امي قالت لي ان هي ما خلفتش رجاله مرتين ثلاثه، ولكن فعلا الموضوع يدعو للتساؤل. وعشان كده قررنا ان احنا نسال المجتمع هنا في الكليه من اغلب الاقسام ايه اللي بيخلي كليه فنون جميله يطغى عليها الجنس الناعم. انا شايفه ان في تو اسبكتس. اول اسبكت هي بارت ان الولاد دايما بيحبوا الحاجات التكنيكال عن الحاجات الحسيه. تاني حاجه ليها علاقه بالسوسايتي، يعني مثلا تقول لهم ما تدخل هندسه او تدخل عماره او حاجه تكنيكال اكتر، حاجه ما فيهاش الحس الفني. عامة انا ما كنتش عارفه الحوار غير لما دخلت. يعني انا قلت مثلا في الاول هتبقى بنات زي الولاد زي اي كليه، بس احس ان البنات بتبقى اكتر، بالذات فنون جميله فنون. يعني مثلا انت لو شفت فنون جميله عماره هتعرف الفرق ما بين الاثنين، ان الولاد بتبقى اكتر في عماره عن فنون جميله فنون. فيمكن عشان الولاد تهتم بالجانب العملي المهني اكتر من الفني. بس طبعا ان في برضو ولاد في فنون جميله فنون تحفه. يعني انا كبنت شايفاها حاجه لذيذه طبعا. يعني انا حاسه ان انا في كوميونتي معظمه بنات، حاسه ان انا واخده راحتي شويه، حاسه اني في بيت كبير مليان بنات كلنا مبسوطين. في نسبه ولاد كبيره مش قليله، بس ببقى مرتاحه انا كبنت. انما كولد ممكن اكيد الموضوع يختلف، سواء بالايجاب سواء بالسلب. ناس تحس ان هي مش مرتاحه، المكان فيه بنات زياده عن اللزوم، لا ده بنات، ده في مليان بنات كتيره، ده احنا ده فرصتنا. فهي بتختلف، هي كل واحد وطبعه يعني وميوله وافكاره. واخده راحتي بقى، بنات بقى كتير واصلا مجتمع البنات يعني حبوب وكده انا كحبيبه شايفه ان مثلا انا لو في فئه كتيره من البنات حواليا فانا هحس ان انا مرتاحه اكتر. مثلا احس ان حاجز اللي هو الاحراج مش هيبقى قوي لو ولاد اكتر معايا. اما كعين مش شايفه، يعني مش عامل قوي حاجه. يعني حاسه ان الكوميونتي من ضمنها ان البنات اكتر من الولاد. يعني حاسه ان زياده الولاد عن البنات او ان الاثنين يبقوا نفس العدد مش هيأثر كتير. يعني حاسه ان مش هيأثر كتير، حاسه ان الاثنين تقريبا نفس الفكره. لا مش شايفه ان بصراحه يعني تبقى الماجوريتي بنات اكتر. يعني شايفه ان اوفرول كل واحد فينا بيكونتريبيوت بطريقته، فكره ان هو يبقى فيه ميكس جندرز دي حاجه كويسه. حاسه ان دي حاجه مستحيله ان يبقوا دول قد دول، بس ممكن يعني الولاد تكتر شويه، بس ان تبقى البنات قد الولاد دي حاجه حاساها بعيده. يعني هو انا زي ما قلت في الاول حاسه ان يعني كل واحد بيبقى بيكونتريبيوت. يعني مثلا فكره الولاد بيبقوا تكنيكال اكتر، فلما بيتحط تكنيكاليتي مع الفن ده بيعمل ميكس لوحده يونيك. بص ده رأي شخصي اولا واخيرا، بس في الاغلب الولاد اللي بيبقوا جايين الكليه قسم عماره تحديدا بيبقوا اصلا داخلين هندسه، بيبقوا توجههم الرئيسي الهندسه. فلما بيوصلوش لهندسه بيبقى البديل الامثل ليهم انهم يدخلوا فنون جميله عماره. فانا شايف ان دراسه الفن بالنسبه لمعظم المجتمع مش بينظر لها زي مثلا دراسه القانون او دراسه التجاره، بينظر لها على انها دراسه مرفهه شويه. يعني دراسه بتاعت الناس النظيفه اللي ريحتها مستحميه اللي ريحتها صوبيا دي. يعني مش بيهتموا ان هم يدخلوا الاولاد قوي فيها، بيقرروا ان هم يسيبوهم للحاجات اللي فيها خط عمل واضح. ولكن فعليا دراسه الفن مهمه، وفعليا الفن داخل في كل المجالات وبيشتغل فعليا في كل المجالات. انما بقى كاجابه على سؤال ليه في بنات كتير في الكليه، من وجهه نظري اللي بيجاوب على السؤال ده هي نظره الاهالي لدراسه الفن بالنسبه للشباب. اللي هو البنت خليها تدخل ترسم لها 5 سنين وبتاع وكده ولا كده، البنت مالهاش غير بيت جوزها. انما الراجل صعب ان هو يفتح بيت من شويه الشخابيط دي. مش وجهه نظري، دي وجهه نظر الناس. هي وجهه نظر الى حد ما تبان سطحيه، ولكن انا عندي اعتقاد قوي ان دي وجهه النظر السائده في المجتمع. وفعلا بتمنى ان وجهه النظر دي تتعدل قريب، او بصراحه ما تتعدلش، كلها مش ناقصه زحمه. ولكن لحد دلوقتي اتمنى ان وجهه نظر الناس والاهالي بالتحديد تتغير تجاه الكليه، لان هي مش شويه لعب، الموضوع اكبر من كده بكتير. ما تنسوش تتابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الختام انا عبد الرحمن يسري، واهلا بيكم في البرنامج الفني. فنون جميله حلوه زي ما بيقولوا، هي سهله، مش سهله بس هي حلوه، هتتبسط فيها يعني. باي.